مقتل رجل المرور مالك نبيل حسن الرزقي قتل في حي الكوثر أثناء عودته من عمله بعد استهدافه من قبل المسلحين. قتل أحد أفراد شرطة المرور اليوم الخميس برصاص مسلح في مدينة تعز. وأضاف أن إدارة الشرطة تمكنت من القبض على المتهم فور تلقيها البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستبدأ لاستكمال ملف القضية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة. ومن جانبه قال مصدر أمني آخر أن المتهم سائق باص وأن الجريمة وقعت بدافع الانتقام، حيث قال المتهم أن رجل المرور كان قد حرر له مخالفة قبل يومين، وهذا ما قالته بعض المصادر، ولم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء. حسبنا الله ونعم الوكيل. مقتل شرطي مرور برصاص مسلح مجهول في تعز صباح يوم الخميس، جريمة قتل مروعة بالقرب من جامعة العطاء، راح ضحيتها الجندي في شرطة المرور مالك نبيل حسن الرزقي برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية.